في شهر مارس اللي فات سنة 2024 في قرية كوم حمادة بمحافظة البحيرة فجأة بنلاقي كل الأهالي اتجمعت حوالين ترعة الزعفران، وده لأنهم شافوا مشهد مرعب جدا. شكارة كبيرة منفوخة وعايمة على وش الترعة وطالع منها ريحة بشعة جدا، وباين كده إن في حاجة غريبة. على طول بيبلغوا الشرطة والشرطة بتيجي تعمل تحريات في المكان كله، وهنا بيكتشفوا مفاجآت مرعبة بتصدم الناس كلها، وده اللي هنعرفه النهاردة في الموضوع من أوله. الموضوع بدأ في نهاية شهر فبراير سنة 2024 لما بيروح المزارع عطا ويعمل بلاغ في اسم شرطة كوم حمادة، وساعتها كان بيبكي ومتأثر جدا وبيقول لهم إن مراته سعاد اللي في أواخر الخمسينات راحت امبارح السوق وما جاتش لحد دلوقتي. الشرطة ساعتها بدأت تاخد كل مواصفاتها وخرجت امتى وكانت لابسة ايه ساعتها، وتقريبا كده أخدوا كل بياناتها وعملوا محضر تغيب ليها وقالوا إن احنا هنعمل تحرياتنا وأول ما نوصل لحاجة هنبلغك على طول. الراجل بيرجع لحياته الطبيعية مع بنته نورة الوحيدة اللي ما بين 4 صبيان، وبيفوت يوم ورا التاني واسبوع وكل يوم بيروح يسأل على مراته. لكن بعد 28 يوم وفي اواخر شهر مارس بيتفاجئ اهالي قرية كوم حمادة في محافظة البحيرة بشوال كبير عايم على وش ترعة الزعفران. المشكلة ان الشوال ده كان واضح ان في حاجة غير طبيعية وكان طالع منه ريحة وحشة جدا، والغريب كمان ان من شكل الشوال كده بيبين ان في جسم بشري جواه. ساعتها اهل القرية بيجروا على اسم شرطة كوم حمادة وبيبلغوا الضابط هناك، وفورا الشرطة بتبعت قوة عشان تحقق في الموضوع ده. ولما بيسحبوا الشوال من المية بيلاقوا ان هو مربوط بحبل طويل جدا تحت المية، لكن تقريبا من كتر ما الحبل موجود في المية اتقطع وداب. الغريب بقى ان الحبل ده في نهايته حجر، وده مقصود ان الشوال ده ينزل لقاع الترعه. لقوا جثه واحده ست في اواخر الخمسينات من عمرها، وكانت لابسه لبسها كامل وكان واضح على رقبتها انها اتخنقت بقوه. مش بس كده، ده كمان على راسها كان باين ان في جرح كبير اكن حد ضربها بآلة حادة على راسها. المشكله بقى ان ملامح الجثه تقريبا ممسوحه، وده معناه ان الجثه فضلت في الميه لفتره طويله لحد ما اتحللت، وده بيصعب المهمة على البوليس عشان يعرف مين اصلا صاحبة الجثة دي. والشرطة ساعتها بدأت تحقق في الموضوع، واللي تبين ان هي ماتت مقتولة بالخنق ومضروبة على راسها بآلة حادة. والبوليس عشان يساعد على نفسه يعرف مين هي صاحبة الجثة دي بدأوا يدوروا في المحاضر اللي في الفترة الأخيرة، ولقوا إن في واحد عمل محضر من 28 يوم إن مراته راحت السوق وما رجعتش من ساعتها، بيأكد إن هي دي جثة مراته. وساعتها بيستدعوا الراجل ده لمركز الشرطة علشان يتعرف على جثة مراته، ولما بياخدوه ساعتها للمشرحة ما بيعرفش إذا كان هي دي مراته ولا لأ عشان الجثة اتحللت، لكن باين من الآثار اللبس اللي كانت موجودة معاها وإن اللبس ده شبه اللبس اللي كانت لابساه مراته وقت ما اختفت. ساعتها بيطلبوا من البنت اللي اسمها نورة إنهم يعملوا لها تحليل حمض نووي علشان يتعرفوا إذا كان دي أمها ولا لأ، وهنا التحاليل بتأكد إن الجثة دي هي جثة أمها اللي اختفت من شهر تقريبا. وطبعا بيعملوا شوية تحليلات للصبيان وبيجيبوا الجيران عشان يتعرفوا عليها اللي بيأكدوا إنها هي رغم إنها ملامحها ممسوحة. وساعتها بيبتدي الحزن على كل عيلتها، وبتبتدي الشرطة تحقق في الموضوع علشان عايزين يعرفوا هو مين اللي قتلها اصلا، وبيسالوا كل الناس عن اخر مره شافوا فيها الست سعاد. وساعتها بداوا يفحصوا كل كاميرات المراقبه اللي في الشوارع اللي بتودي للترع اللي في نفس اليوم اللي سعاد خرجت فيه وما رجعتش، وساعتها بيشوفوا هل تم قتلها في المكان ده ولا في مكان تاني، ولا اترمت جثتها في مكان بعيد والميه جابتها لحد ترعه الزعفران. ومين اللي عمل فيها كده؟ هل حد من عيلتها ولا حد حاول يسرقها وقومته فاضطر ان هو يقتلها؟ الشرطه قعدت 5 ايام تبحث في الموضوع عشان تكتشف سر اللغز ده، وهنا بدأوا يسألوا كل قرايبها وعيلتها. الغريب بقى ان في كذا واحد من عيلتها بيقول ان هي كان في خلافات ما بينها وما بين جوزها بسبب ان جوزها كان عاطل معظم الوقت واخلاقه كانت فاسده، وكان بيشرب حشيش، وكان اغلبيه الوقت بتاعه قاعد على القهوه، وكان بيسيب عياله من غير فلوس. مش بس كده، ده كمان بيستلف فلوس من الناس عشان يصرفها على مزاجه، وساعتها اتراكمت عليه الديون وما كانش عارف يسددها منين، خاصه ان الجيران سمعوا كذا مره خناقات ما بينه وما بين مراته، وكانت ساعات الخناقات دي بتوصل للضرب. وهنا ساعتها الشرطة قررت تسأل بقية أفراد الأسرة، لأن ساعتها جوزها عطا عمل محضر أول ما اختفت الست سعاد، وده معناه أكيد إنه مش هو اللي قتلها. بس الغريب بقى إن كل واحد في العيلة كلامه كان عكس التاني، وده لأن نورة قالت العلاقة ما بين أمها وبين أبوها كانت مستقرة جدا، وإنهم كانوا بيحبوا بعض جدا وما كانش فيه خلافات ما بينهم نهائي. أما باقي الصبيان بقى فقالوا كلام مختلف خالص، لكن الخلافات الحقيقية كانت ما بين الأم واختهم نورة، لان نورة كانت بنت فاسده واخلاقها ما كانتش كويسه وكانت بتتاجر في المخدرات، لكن للاسف كانت فاكره ان التجاره دي بتجيب فلوس كتير وتراكمت عليها هي كمان ديون. وكانت الام طول الوقت كانت بتحاول تصلح حياه بنتها، لكن مفيش فايده، البنت اصلا كانت ماشيه في الطريق الغلط وما كانتش بتسمع كلام امها، فكان دايما بتحصل خلافات ما بينها وما بين امها. لكن ساعتها نورة بتكذب كلام اخواتها وبتقول للشرطه ان اخواتها كانوا بيكرهوا امها سعاد، وهم اللي كانوا دايما ما بيسمعوش كلامها وبيتخانقوا معاها. طبعا الموضوع ساعتها كان بيتعقد اكتر ومحدش كان فاهم حاجه. في الوقت ده حصلت حاجه
كشفت الحقيقة كلها، وده بسبب انهم بعد ما شافوا كاميرات المراقبة اللي بتروح على الترعة، ومن ضمنهم كاميرا وحيدة كانت بتصور بيت الضحية سعاد. وهنا بيشوفوا حاجة في الكاميرا بتغير مسار القضية تماما، وده لانهم يوم اختفاء الست سعاد شافوها في الكاميرا وهي على اساس ان هي رايحة السوق. بس المفاجأة بقى ان جوزها عطا بيخرج هو كمان بعد دقيقتين، وبيكون شايل تحت دراعه قماشة عريضة ولونها بني، وفجأة بتقع منه القماشة على الأرض، وبتطلع نفس الشكارة أو الشوال اللي لقوا فيه جثة سعاد. والأغرب من كده إن عطا بيكون ساعتها معاه بنته، وبيتكلموا بطريقة غريبة جدا وكأنهم بيتفقوا على حاجة أو ناويين على حاجة. طبعا ساعتها الشرطة بتبدأ تفك لغز القضية، وبمواجهة عطا بالفيديو بيبدأ يرتبك وبيقول أي كلام عشان يبعد التهمة عن نفسه، لكن طبعا بيبان عليه الارتباك والتوتر. وهنا الشرطة بتوجه له اتهام رسمي بقتل زوجته سعاد. بس السؤال هنا، بنته كانت معاه بتعمل ايه وليه ما حاولتش تمنعه؟ فجأة بينهار عطا وبيقول لهم ان بنته هي السبب اللي خلاني اقتل مراتي. وهنا اكتشفوا الحقيقة كلها، ان هو قتل مراته بمساعدة بنته. ساعتها الضابط سأله عن تفاصيل الجريمة وازاي البنت دي تقتل امها، فاعترف بالحقيقة كلها. قال لهم ان هو كان عليه ديون وكان خلاص هيتحبس، ولما طلب من بنت نورة انها تديله فلوس قالت له ان هي كمان خسرت فلوسها كلها، ودلوقتي هي مديونة مع ناس لو ما دفعت لهمش ممكن يأذوها، وان هي كمان محتاجة فلوس ضروري جدا علشان تسدد ديونها. فكانت البنت بتحاول تطلب فلوس من امها، لكن امها ساعتها كانت بترفض تماما، بالرغم ان امها كانت عارفة كويس ان هي ممكن تتحبس او تتأذي، لكنها طول الوقت كانت بتحاول تبعد بنتها عن الطريق ده وتحاول تصلح اخلاقها. وطبعا لان الاب كان فاسد وكان ما بيشتغلش اصلا وطول اليوم قاعد على القهوة، فكانت الست سعاد هي صاحبة البيت والأرض اللي هم عايشين فيه. وهنا بيطلب عطا من مراته إنهم يبيعوا حاجة من الاتنين، لا الأرض لا البيت، علشان يسددوا ديونهم. ساعتها الست سعاد بترفض وبتقول لهم أنا مش هبيع بيتي ولا أرضي، لأنهم هم اللي غلطوا ولازم يتحملوا مسؤولية غلطهم. ساعتها نورة بتحرض أبوها وبتقول له إن الحل الوحيد دلوقتي إننا نتخلص من أمي علشان نورثها ونبيع الأرض والبيت. طبعا الأب في الوقت ده عنده أكتر من 60 سنة، وبيقول لها ان هو مش هيقدر يعمل حاجه زي دي. ساعتها البنت بتعرض عليه ان هي تساعده في الجريمه دي، وكان عطا بيحاول ان هو يلاقي حل غير ان هو يقتل مراته، لكن مفيش فايده. وبيجي ساعتها يوم التنفيذ وبتكون الاسره كلها جوه البيت. وقتها الست ساعات بتقول لهم ان هي رايحه السوق هتجيب حاجه وترجع على طول، فبيقرر الاب وبنته ان ده احسن وقت ينفذوا فيه الجريمه بتاعتهم. وفعلا الاب بيجيب شوال كبير وبيطلع ورا مراته هو وبنته، وبيقابلها في اخر الشارع وبيقول لها ان هم عايزين يتكلموا معاها هما الاتنين. وفعلا الام بتتصرف بحسن نيه وبتروح معاهم عشان يتكلموا معاها. وهنا الاب بيطلب منها للمره مليون انها توافق على بيع الارض او البيت، لكن برضه بترفض وبتقول لهم ان ده غلط منكم انتوا الاتنين، لان انا نصحتكم كتير تبعدوا عن الفساد اللي انتوا فيه. وساعتها الاب بيتعصب وبيضربها بقوه وبيمسكها من رقبتها وبيخنقها جامد. ولما حاولت سعاد ان هي تقاوم كانت المفاجاه انها لقت بنتها بتكتفها من ورا عشان ما تتحركش. ساعتها نورة انهارت في التحقيقات وهي بتقول لهم ان هي شافت نظرات حزن في عين امها، وكانها بتترجاها ان هي تنقذها من الموت لانها امها اللي ربتها. لكن كل ده ما صعبش على نورة وهي ماسكه ايديها وشافت امها وهي بتطلع في الروح. مش بس كده، ده بعد ما اتاكدوا ان هي ماتت البنت جابت حجر وضربت امها على راسها علشان ما يبقاش في امل من نجاتها تماما. وبعدها بيحطوا الجثه في الشوال الكبير اللي كان مع الاب وبيقفلوه كويس، كمان بيحطوا جوه الشوال حجره كتير عشان يتقلوا الشوال، وبعدها بيربطوا الشوال بحبل كبير وفي نهايه الحبل بيربطوه بحجر تقيل. وكل ده عشان يطمنوا ان الجثه تفضل في قاع الترعه لحد ما تتحلل وما تطلعش على السطح نهائي ولا تظهر تاني. لكن يظهر ان الحق هيظهر مهما طال الزمن، وعشان كده بعد 28 يوم من الجريمه الحبل بيدوب والجثه بتطلع على وش الترعه وكانها ساعتها طالعه عشان تاخد حق صاحبتها. ودلوقتي بعد الجريمه البشعه دي الزوج والابنه بيتحرموا من الميراث لان القاتل لا يورث. مش بس كده، دول كمان خسروا حياتهم اللي هيفضلوا طول عمرهم في السجن، ده اذا ما اتحكمش عليهم بالاعدام اصلا، لكن لسه الحكم مش معروف لانهم لسه على ذمه القضيه. ولحد دلوقتي التحقيقات شغاله في القضيه. اما جثه الام بقى بعد ما ودوها المشرحه والتحقيقات دي كلها اخدوها ولادها الصبيان عشان يدفنوها. لو القصه عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.